بعد ما ريزلتس ماي جون بتطلع بنحتاج ان احنا نتخطاها ونبدا ان احنا نشتغل اكتوبر نوفمبر. ازاي هنعمل كده وازاي هنستعيد طاقتنا، وهو ده اللي هتكلم عليه في الفيديو ده. عشان نقدر نموف اون من ماي جون والريزلتس بتاعته لازم نكسر الروتين اللي كنا عايشين فيه وقتها. احنا متعودين نكسر الروتين ان احنا نعمل حاجه unusual مش بنعملها كل يوم، نخرج مثلا من البيت، بس ده مش هيبقى متاح دايما. فانا اقترح عليكم ان انتوا تعملوا حاجه بتحبوها في الروتين بتاعكم. مثلا بدايه اليوم انا هصحى ساعه بدري هعمل الحاجه اللي انا بحبها، او في اخر اليوم او بعد ما اعمل كل تاسك عليا هريورد ماي سيلف بحاجه انا بحبها. برضو لازم ناخد بالنا كويس جدا من صحتنا عشان نقدر نتخطى ماي جون، نكسر الروتين بتاعه، في نفس الوقت نبقى جاهزين لاكتوبر نوفمبر. هتكلم دلوقتي على حكايه النوم. لازم ان احنا نظبط مواعيد نومنا، ننام 8 ساعات، ناخد كفايتنا من النوم 8 ساعات على الاقل عشان حتى مركزه في وقت الامتحان. طب اذاكر امتى وانام امتى؟ انا عارفه ان المواعيد بتختلف وكل الناس عندها مواعيد دروس غير بعضها، فذاكروا في الوقت المناسب ليكم. بس لكن ضروري قبل الامتحان باسبوع اكون مظبطه ان انا في ميعاد الامتحان هكون فايقه ومتعوده ان انا اذاكر او اكتب او احل الامتحان في الوقت ده. لو افترضنا ان الاكزام بتاعي وقته الساعه 9 الصبح، فانا لازم اعود نفسي الساعه 9 الصبح اكون مركزه وبقدر احل الامتحان، مش راحه لسه مش متعوده ان انا ابقى فايقه في الوقت ده. النصيحة اللي بعدها نقلل السوشيال ميديا عشان صحتنا النفسية، عشان مش كل مرة نفتحها نحس بالذنب ان احنا بنعمل حاجة غير المذاكرة، عشان لما نبعد عنها هنقدر نركز اكتر في اللي احنا بنعمله، عشان برضو محدش يتدخل في اللي احنا بنعمله، محدش يقولك انت اونلاين طول الوقت، انت مش عارفة مستواك ايه، عشان محدش يضايقك او يحبطك باي كلام. انا عارفة ان الموضوع مش سهل وان هي بتبقى حلوة وان احنا بنقعد عليها كتير غصب عننا، بس لو الموضوع يستاهل ان احنا نعمل دي اكتيفيت او ديليت عادي نعملهم، وهنرجعهم تاني بعد اخر امتحان، وهيبقى احلى احساس ان احنا نرجع البيت من الامتحان ونرجع الحاجة اللي احنا مسحناها. بس انا بحتاج السوشيال ميديا عشان اعرف عن الامتحان. خليني اقول لكم قرايه البوستات عن الامتحان سواء قبله او بعده هو اللي بيوترنا وبيخلينا في الاول وفي الاخر اغلب البوستس اللي احنا بنقراها من جروبات الفيسبوك اللي بيكون كاتبينها مدرسين او طلبه او اهالي، مش كامبريدج نفسها. فالكلام اللي بيتقال فيها مش لازم يبقى صح 100%. طب هبقى ابديت ازاي واعرف الامتحانات بتاعتي ايه الاخبار فيها وايه الجديد فيها؟ لازم اعرف من المدرسه ومن الاوفيشال ايميلز بتاعه كامبريدج. دي الحاجه الاكيده 100% وما فيهاش اشاعات وما فيهاش حد ان هو يفهم حاجه غلط ويقولها لنا ويوترنا. السوشيال ميديا مش وحشه، انا كمان بستعملها والله، بس هو خطرها دلوقتي اكبر من نفعها بالنسبه لي وانا بحضر للامتحان. طيب لو انا مش قادره ومحتاجه اخش اشوف حاجه او اجيب معلومات من بيج معينه مش موجوده في حته تانية، ساعتها هحط لي وقت معين هو اللي ادخل فيه سوشيال ميديا، وقت محدود. ممكن اخش من ديفايس تاني مش الديفايس اللي بذاكر منه، او اخش من اكاونت تاني حتى اشوف اللي انا محتاجاه. النصيحة اللي بعدها نقلل الشاي والقهوة. الكافيين والثايوفيلين دول بيزودوا الانكزايتي ودول بيبقوا موجودين اصلا في الشاي والقهوة. مش هنقطعهم كليا ولكن مش اكتر من 3 كوبايات في اليوم. طبعا احنا لو خدنا بالنا من اكلنا وغذانا كويس وبننام نوم كفاية مش هنحتاج منبهات كتير. والمنبهات برضو تشمل المشروبات بتاعة الطاقة، الانرجي درينكس. خلي بالكم المنبهات دي بتبقى سبب منتشر ان الطلبة تتعب تعيا قبل الامتحانات. طبعا احنا عايزين نبقى بكامل صحتنا عشان المنتل باور بتاعتنا تبقى كويسة ونقدر نفكر حلو وقت الامتحانات. فمهم اخلي بالي الحاجات اللي انا باكلها وبشربها هتأثر عليا ازاي. النصيحة اللي بعدها ان احنا ننظم وقتنا. ما تصحاش من النوم وتقول هقعد اذاكر وزي ما تيجي النهارده تيجي، عايزه احل مش عايزه احل مش هحل، عايز اذاكر مش هذاكر. لا، لازم يبقى عندنا بلان حتى لو انا مش همشي عليها 100%، على الاقل يبقى عندي تراك وابقى عارفه انا هبقى رحلتي عامله ازاي، هبدا منين وهوصل فين، وهتراك البروجرس او المستوى بتاعي ازاي طول الفتره بتاعه المذاكره. طب ازاي؟ ايه الطريقه؟ انا عملت فيديو عن المراجعه وفيديو ازاي نعمل بلان نراجع بيها، وعملت فيديو عن تنظيم الوقت. هحط لكم اللينكس بتاعت الفيديوهات دي تتفرجوا عليها، لان انا لو اتكلمت عن نفس الحاجات هنا هيبقى الفيديو ده طويل شويه. البلان اللي هنحطها لنفسنا ناخدها بطريقه سيريس، ناخدها جد، عشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه بره ارادتنا نبقى جاهزين للامتحان من قبلها. لو انا عييت او حصل لي اي ظرف وقتها اكون انا اوريدي خلاص ذاكرت. لما كان بيكون معايا مواد كتير كنت ببقى متشتته ومش عارفه اركز على ايه بالظبط. انا كنت بكتب كل المواد اللي انا واخداها وبختار 3 منهم هم دول اللي هبذل لهم اقصى مجهود، والباقيين هذاكرهم عادي، بس ما عنديش مشكله ان انا هعمل لهم ريتيك. فاللي انا مش عايزه اعمل له ريتيك كنت بختار مثلا لو انا عندي مواد دي هختار بايو كيمستري واكاونتنج، هم دول اللي انا مش عايزه اعمل لهم ريتيك، فدول هديلهم اكتر وقت في المذاكره وهديلهم اكتر وقت في حل البوست بيبرز، وهخلص منهجهم من بدري وراجعهم كتير. والباقي هراجع له بس مره واحده، احلله شويه باست بيبرز بس، مش هديله نفس الوقت اللي انا اديته المواد التانيين. كده كده ده اكتوبر نوفمبر مش اخر سيشن ليا، اخر سيشن دايما بيبقى ماي جون. طبعا دي كانت طريقتي الشخصيه، كان بالنسبه لي اسهل لي ان انا اركز على حاجات اقل في فتره زمنيه محدده،
وبس. مش عايزين تعملوا كده برضو براحتكم، يعني دي مجرد نصيحة شخصية. ايا كان اختياركم ايه، لازم يبقى عندكم تو دو ليست ستريكت جدا، ابقى عارفه انا هخلص المنهج ازاي وامتى، وهحل باست بيبرز قد ايه. من الحاجات اللي كنت بعملها وساعدتني ان أنا يبقى عندي جدول كده للباست بيبرز، او ان انا يبقى مكتوب عندي كل السيشنز، واحدد كل سيشن مثلا هحله امتى، هحل ده الاسبوع ده الاسبوع الجاي، وابقى كاتبه الجريدز اللي انا جبتها في الامتحانات بعد طبعا ما حليت وصححت، عشان لما اوصل لاخر سيشن احله اكون مطمنه انا مستواي وصل في الماده لحد ايه. نصيحة مني ليكوا، سيشن اكتوبر نوفمبر مهما تعبنا فيه ومهما تعبنا واحنا بنذاكر له، هو بيبقى اسرع سيشن بيعدي. فاحنا هنتعب شوية، هتبقى زي شكة الابرة كده، هنتعب في فترة قصيرة جدا، بتشك بس فترة صغيرة جدا. لذلك نحضر نفسنا ان احنا نعمل احلى حاجة عندنا، we can do our best، عشان بعد كده النتائج لما تطلع نبقى فرحانين بيها. لو حد عنده نصايح او اضافات حلوة ممكن يقول لنا، وربنا يوفقكم كلكم يا رب.